في المغرب، والأنظار كلها كانت متجهة نحو منتخب المغرب للناشئين، المنتخب اللي دخل البطولة بثقة كبيرة جداً، ومع كل مباراة كان يثبت إنه مش مجرد منتخب مشارك وخلاص، لا، ده منتخب داخل علشان يكتب التاريخ ويتوج باللقب على أرضه ووسط جماهيره. لكن في الجهة الأخرى كان في ترقب مختلف تماماً داخل الإعلام الجزائري، ترقب مليان توتر وقلق من شيء واحد بس: المغرب ممكن يكسب البطولة. ومع اقتراب مباراة نصف النهائي المرتقبة بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال، بدأت صفحات وبرامج ومحللين جزائريين يتكلموا بشكل واضح عن أملهم في فوز السنغال وإقصاء المغرب من البطولة، وكأنه المباراة بالنسبة لهم أهم من النهائي نفسه. الغريب إن الكلام ده جه في وقت أغلب الصحافة الإفريقية والعربية وحتى الأوروبية كانت بتشيد بشكل كبير بأداء منتخب المغرب وتعتبره المرشح الأول للفوز بكأس إفريقيا للناشئين، خصوصاً بعد المستوى القوي اللي ظهر بيه الفريق طوال البطولة سواء دفاعياً أو هجومياً، والانضباط التكتيكي الكبير اللي خلى ناس كتير تقول إن المغرب عنده جيل جديد مرعب هيكمل سيطرة الكرة المغربية في المستقبل. منتخب المغرب ما كانش بيلعب كرة عادية، الفريق كان عنده شخصية بطل حقيقي يدخل أي مباراة وكأنه عارف إنه الأقوى داخل الملعب. الجماهير المغربية كانت تملى المدرجات بالكامل، التشجيع كان يهز الملاعب، واللاعبين كانوا بيردوا على الدعم ده بأداء قوي جدا يخلي أي منتخب يواجه المغرب يحس بضغط رهيب. ومع كل انتصار للمغرب كانت ردود الأفعال تزيد في الجزائر، خاصة بعد الخروج الصادم للمنتخب الجزائري أمام منتخب تنزانيا بركلات الترجيح في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة. الجماهير الجزائرية كانت تحلم إن منتخبها يروح بعيد ويمكن ينافس على اللقب، لكن اللي حصل كان عكس كل التوقعات. منتخب الجزائر خرج بطريقة مؤلمة جداً وخسر أمام منتخب ما كانش مرشح أصلاً للوصول بعيد في البطولة. الخسارة دي عملت حالة غضب كبيرة داخل الإعلام الجزائري، وبدأت الانتقادات تنهال على اللاعبين والجهاز الفني، بينما في نفس الوقت كان المغرب يواصل التألق مباراة بعد مباراة، وده خلى المقارنة تزيد بشكل كبير بين المشروع الكروي المغربي والتراجع اللي بيعيشه المنتخب الجزائري في الفئات السنية. بعض المحللين الجزائريين بدأوا يقولوا إن السنغال هي الوحيدة القادرة على إيقاف المغرب، وإن المنتخب السنغالي يمتلك القوة البدنية والخبرة الكافية لإسقاط أشبال الأطلس، وكأنهم متعلقين بأي أمل يمنع المغرب من التتويج بالبطولة على أرضه. لكن على أرض الواقع كانت أغلب التوقعات تميل لصالح المغرب. الصحف الرياضية الأفريقية بدأت تتكلم عن المغرب باعتباره أفضل منتخب في البطولة، والجميع أشاد بالتنظيم المغربي للبطولة، بالملاعب، بالجماهير، وحتى بالمستوى الفني اللي ظهر به اللاعبون المغاربة. بل إن بعض التقارير قالت إن المغرب أصبح يمتلك واحداً من أقوى مشاريع تطوير كرة القدم في إفريقيا بالكامل، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة اللي حققتها المنتخبات المغربية في السنوات الأخيرة، بداية من إنجاز المنتخب الأول في كأس العالم وصولاً لتألق منتخبات الشباب والناشئين. وده اللي كان مزعج جداً للبعض، لأن الصورة بقت واضحة: الكرة المغربية في تطور مستمر، بينما منتخبات أخرى تعاني من التخبط والخروج المبكر. ومع اقتراب نصف النهائي زادت الحماسة بشكل جنوني، الجماهير المغربية بدأت تستعد لغزو المدرجات، والكل كان يتكلم عن مباراة نارية بين المغرب والسنغال، مباراة أقرب لنهائي مبكر بين أقوى منتخبين في البطولة. منتخب السنغال بالفعل كان قوي جداً وعنده عناصر مميزة، لكن المشكلة بالنسبة لهم إنهم هيواجهوا منتخب عنده ثقة لا تصدق وجمهور رهيب وروح قتالية كبيرة جداً. اللاعبون المغاربة كانوا يلعبون وكأنهم رجال رغم صغر سنهم، الانسجام بينهم واضح، التحركات سريعة، الضغط عالي، والمهارات الفردية موجودة بقوة. وفي المقابل الإعلام الجزائري استمر في الحديث عن ضرورة إيقاف المغرب، وبعض الصفحات بدأت تنشر توقعات بانتصار السنغال، بينما جماهير مغربية كثيرة ردت بثقة كبيرة وقالت إنه المنتخب المغربي أثبت داخل الملعب إنه الأفضل، وإنه الكلام خارج الملعب لا يغير أي شيء.
وفي الجانب الآخر من نصف النهائي كانت مباراة منتخب مصر ضد منتخب تنزانيا تحمل قصة مختلفة تماماً. منتخب تنزانيا دخل المباراة بثقة بعد الإنجاز الكبير اللي حققوا بإقصاء الجزائر، وأصبح حديث البطولة بعد المفاجأة المدوية دي، بينما منتخب مصر كان يحاول استغلال خبرته الكبيرة للعبور إلى النهائي. الجماهير العربية بدأت تحلم بنهائي عربي إفريقي قوي بين المغرب ومصر، لكن الطريق ما كانش سهل أبداً، لأن كل المنتخبات المتبقية كانت عندها أحلام كبيرة. ورغم كل الضغوط، ظل منتخب المغرب هو الفريق اللي عليه الأضواء بالكامل، لأنه الجميع كان يشعر أنه هذا الجيل المغربي قادر على صنع تاريخ جديد. حتى الجماهير الإفريقية المحايدة بدأت تشجع المغرب بسبب أسلوب اللعب الجميل والروح القتالية الكبيرة، وناس كتير قالت أنه المغرب يستحق البطولة بسبب ما يقدمه داخل الملعب. ومع كل ده، استمرت بعض الأصوات الجزائرية في تمني سقوط المغرب، وكأن نجاح الكرة المغربية أصبح أمراً صعباً عليهم تقبله. لكن الحقيقة اللي ظهرت في السنوات الأخيرة واضحة جداً. المغرب لم يعد مجرد منتخب قوي فقط، بل أصبح مشروع كروي متكامل، من الملاعب إلى الأكاديميات إلى المنتخبات السنية. وكل بطولة جديدة تثبت أن الكرة المغربية تسير بسرعة كبيرة نحو القمة الإفريقية والعالمية. رحوا مغرب. وفي النهاية، كرة القدم لا تعترف بالأمنيات ولا الضجيج الإعلامي، الملعب فقط هو اللي يحكم. والمغرب دخل البطولة ليقول للجميع: جيل جديد قادم، وجيل مرعب أيضاً. رحوا مغرب.